ايه هو الجهاز يتعرف على كل الكنترولات ويجيب لي حالتها. لو اخترت الاختيار اللي فوق انا كده معايا اختار كنترول واحد بس. يعني انا كده هختار الاف ار بس. محدش يعمل كده. محدش يدخل يفحص الاف ار لوحده، عايز افحص كل الكنترولات عشان تستبعد كل اللي هو كويس. بالظبط. اول حاجه بيوصل عليها مين؟ كنترول الجي ام. البطاريه شحنها قد ايه؟ بطاريه مش اللاب، بطاريه العربيه 25. حلو شغال. البطاريه تعبانه هتلاقي مثلا ايه 24 22 23 ساعات بتوصل 18 لو هي عربيه نايمه. 18 دي اصلا يعني هتشغلك هنا بس مش هتشغل العربيه. ايوه تشغل الجهاز. هتلاقي تيجي تدور مفيش. انا كده عرفت العطله على طول. انت عرفت العطال بس عايز تفحص المكنه والرشاشات والكلام ده، يقول له لا هات لي بطاريه. عايز تشتغل لازم يجيب لك بطاريه عشان تشتغل. تمام. ولما الناس بتغير بطاريه المفروض يغيروا الاثنين مع بعض، مش لازم اغير واحده واسيب واحده الا لو سليمه يعني. لا غير الاثنين مع بعض، خلي الثانيه احتياطي. تمام. هنا قاري ايه؟ شاسيه وتحت الكيلومتر. طبعا هنا قاري اللي ورا ممكن شايف اكتر مننا. كام التاك وعندك؟ 4 6 6 9 7 7. تمام. لا لازم يكونوا زي بعض، مستحيل تلاقي غير، لان اصلا دي جايه منين؟ جايه من التاك. تمام. هندوس اف 2. رقم الشاسيه ده بتاع العربيه؟ لا بتاع الجي ام. ممكن الجي ام لو متغير. رقم الشاسيه اللي بيظهر عندي ده اللي هو بتاع الجي ام، اللي هو المفروض بتاع العربيه برضه. لو بتاع العربيه يبقى هو مطابق. طيب احنا عايزين حد يبص لنا على الشاسيه كده تحته رقمه كام؟ اخره كام؟ حاضر. الرقم هنا اخره كام؟ 9. اشوف من تحت الاول ولا اشوف من هنا؟ شوف الباليتا. لا تحت وبعدين تعالى. هنا عندي كام وفي الاخر؟ الباليتا مش مضمونه، الباليتا ممكن مغيره كابينه ولا حاجه. صورها بالموبايل احسن لك يعني. اخر رقمين يعني مش شرط اخر 3 ارقام. قول له اخر رقمين، قول له اخر 98 25. لا مش هو. هنا كام اخر رقم الشاسيه كام؟ مش هو؟ 07 اخره اكيد 907 25. اكيد متاكد؟ اكيد. مش هو. مش هو. اكيد. لا ما انا عارف، انا مش بكدبك. دي مغيره جي ام؟ يعني الارقام بعرفها. اللي عندك 98 كام؟ 98 25. طب وهنا كام؟ بسم الله. 49 07. هنا 4907. ايوه يبقى ده كده الرقم ده مش بتاع الشاسيه. لا مش ده بتاع الجي ام، فالجي ام مش بتاع العربيه. برضو دي حاجه تفيدني وانا شغال ان ده مش بتاع موديل، يعني حاجه ممكن يكون نفس الموديل بس جاي من عربيه ثانيه. ايوه استيراد. تمام. احنا فوق ما كناش بنقدر ندخل على كل الكنترولات دي، وفي كنترولات ما كانتش بتقرا معانا زي الجي اس ده، هو اللي ركب الفيشه يقرا مره وما يقراش مره ثانيه. طبعا هنا ما فيش جي اس. ايوه. ليه؟ عشان دي عصايه. اول حاجه كنترول البي اس مسجل عطل حالي ولا قديم؟ لا عطل حالي. قديم. اف بي اس مش الثاني. بي اس قديم. تورد والاف ده قريب. اف يعني حالي. هو مش اف اصلا. هو مش اف، هو البي اس. مش اف. يبقى ده قديم. ايوه اف حالي. تمام. ندخل لنا كده على البي اس، شوف اعطال البي اس ايه اللي مسجله. انتر او اف 3 الاثنين زي بعض. عطل القديم اللي مسجله. عطل قديم، حد تلاقي مثلا كان في بلف بايظ صلحه وفي شترك، حد فكها وركبها تاني. طب واديك معلومات عن اللي كان حصلان قبل كده يا باشمهندس؟ ما هو دلوقتي هيدخل على القديم بقى. اف 2. تمام. ايه اللي كتبوا لي ده؟ بيقول لي ان العربيه لازم تكون واقفه مشغل المور، وضع المور يعني تعليمات تحذيريه. ميسنج داتا اون كان باص، كان في حاجه تخص الكان باص فيها مشكله، اس ام ار. الروتر. تمام. تاني حاجه ايه الروتور ده؟ المشرشر ده. ايوه الصاجه. ادخل كده عليه. انت من ورانا. ادخل اف 3 او انت. جاب لك ايه؟ صوت الحساس. طب ايه اللي جايبه لك؟ بيقول لك بص ممكن البلي لو بايظ، لو البليه بايظه هتقعد تعمل لك ايه؟ رجه في العجله. الرمان بلي. تعمل لك ايه؟ يبقى المشكله ما بتبقاش ممكن ما تبقاش في المشرشر في الاخر. العجله نفسها البليه بتاعتها بايظه فشغاله ايه؟ شغاله تعمل كده فبيعمل لي مشكله في البي اس. او ممكن يكون ايه؟ الروتور نفسه فيه مشكله، ده الصاجه نفسها مش متطبقه. بعد بيقول لك الكلام ده بعدين ايه؟ يعني شيك على الاثنين دول بعدين حاول مره ثانيه او عيد ثاني الاختبار ده.